السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معك أخوك حسن من قناة ألفا تايلور. في الأول وقبل ما نخش في الدرس بتاع النهاردة يا جماعة، أذكركم وأذكر نفسي بالدعاء لإخواتنا، ربنا ينصرهم يا رب في كل صلاة. ولو نقدر نتبرع بيهم، نتبرع ليهم بأي حاجة يا ريت ما نتأخرش. ولو مش قادرين نتبرع بلاش نشتري المنتجات اللي بتدعم الناس الوحشين اللي بيموتوهم. خلينا نخش في موضوع الدرس على طول. انا عندي هنا مشكلة قابلتني الصبح مع حد، وهي ان بتشتكي ان في عندها عبعبة هنا بعد ما خلصت الدفاية للبنوتة الجميلة دي، والحتة اللي تحت الباط ديت وفوق هنا. انا مش شايف الصورة واضحة كويس، بس تقريبا الكتف برضو ميلانه مرفوع. طبعا حل المشكلة ديت بيكون آه، من القص. احنا بنعالج المشكلة من هنا كده. ده البرنامج اللي انا بشتغل عليه، الباترون. مش شرط يكون عندك البرنامج. الخطوات اللي انا هعملها دلوقتي دي تقدر تطبقها بالورقة والقلم عادي او على القماش على طول عادي، بس انا بشرح هنا عشان خاطر يكون اوضح. طيب احنا بنجيب كده بنطبق القماش على 4 بالمنظر ده، وبناخد ربع دوران الهنش وبنروح اخدين نقطة. تمام. ونوصلها خط مستقيم كده تحت. دي اول خطوة في رسم البنطلون. خلينا حضرتك اجيب معاك البنطلون من الاول، وهنقول الربع تاني هينزل. يعني دوران الهنش مثلا عندي كان وليكن 100 سنتي، فبقسمهم على 5 بيدينا 20. ده بيبقى سقوط الحجر. فخمس دوران الهنش بنزله من هنا، من هنا كده لتحت. وهناخد برضو ادي خط، وهنخلي الخط ده طويل كده. صح. النقطة اللي بعد كده بطلع بعد الخط بتاع ربع دوران الهنش ده بره خمس دوران، خمس الربع. يعني ان كان الربع طلع عندي 20 سنتي، بطلع 4 سنتي عامة. يعني عشان خاطر ما تبقاش ال القوانين فيها تعقيد كتير قوي. تقدر حضرتك او حضرتك تطلعي 4 سنتي بره، بس بره المجال ده. تمام. لان احنا عندنا المشكلة اللي شفناها في البنطلون كلها في الحتة دي، في الحتة دي. طيب على عجالة كده، انا بعد ما طلعت ال4 سنتي هقسم المسافة ديت على 2، وهعمل خط اللي هو خط اتزان البنطلون. في الدفاية ممكن نتخطى الخطوة ديت ونعمل البنطلون الدوران كله يبقى جاي كده على تحت. بس انا ما بحبش الحركة ديت لان هي ساعات بتفتل القماش مننا. فخلينا نشتغل بالقاعدة زي ما بتقول ان في عندنا خط اتزان البنطلون اهو. تمام. خط اتزان البنطلون ده بنطلع من عليه الرجل من تحت. مثلا لو انا حبيت اعملها 20 سنتي يبقى 10 و10، 15 سنتي يبقى 7 ونص و7 ونص، وهكذا. تمام. طيب احنا دلوقتي حددنا النقط بتوع الرجل اهم. ادي نقطة، وادي نقطة. تمام. حلو الكلام، سهل وبسيط لحد كده اهو. بنوصل. وطبعا عندنا الركبة. بنطلون الدفاية كمان لو حبيت ان انا هعمل الركبة بتاعتي. طيب خلاص، ادي خط الركبة بتاعنا اهوت. خط الركبة بتاعنا طبعا انا مش شغال بمقاسات يا جماعة، انا طالع اشرح عشان حل المشكلة بس. ادي خط الركبة. برضو لو كنا محددين الركبة هيبقى وسعها قد ايه، فباخد نقطة. تمام. والنقطة التانية بحيث ان الخط ده يكون في النص بين النقطتين. حلو كده. طيب اوصل الخطوط ديت ببعض اهو بالقلم اللي هو بديل المسطرة عند حضرتك اهو. ادي وصلنا اول نقطة. تمام. وادي التانيين مع بعض اهم، برضو نفس الخطوات. تمام. بس هنا الركبة دي هتبقى ضيقة شوية. خلينا ايه يعني نتخطى الحتة بتاعت الركبة من هنا. طيب وبعد كده بنوصل برضو عشان نبقى شغالين مظبوط. بنوصل النقط دي ببعض اهي.
بس خلينا نجيب النقطة ديت من الأول هنا كده عشان الركبة ديت اللي نرسمها ديت تبقى ضيقة شوية. فخلينا نجيب النقطة ديت هنوصلها كده على طول، ونمسح بقى الخط الصغير اللي احنا عملناه ده ملوش لازمة. تمام. وبرضو هنحرك النقطة ديت برا شوية. تمام. بعد كده الركبة معانا معقولة شوية. بعدين بنجيب المسطرة الكيرف وبنعدل بيها الكيرف بتاع الحجر ده كده. تمام. طيب عشان ما نتلخبطش يا عم حسن، انا همسح لكم الخط اللي هنا ده عشان تبقوا شايفين الرسمة دلوقتي. طيب كده احنا رسمنا الجزء السفلي من رجل البنطلون. طب الجزء العلوي يا عم حسن؟ طيب الجزء العلوي احنا قلنا ادي ربع دوران الهنش، ربع دوران الهنش. تمام. هطلع فوق هنا وهقوم داخل سنتي ونص او 2 سنتي وهاخد نقطة. تمام. طيب وادي ربع دوران الهنش برضو لحد هنا، هقوم داخل منهم كده حوالي سنتي ونص برضو تاني واروح اخد نقطة. تمام. ودلوقتي هبدأ ان انا اوصل الخطوط دي كده ببعض. حضرتك يا ماما انا هبدأ اوصل الخطوط ديت ببعض. اعتقد ان كل الخطوات اللي انا عملتها دي متفق عليها بالاجماع. هو لحد كمان الخطوة اللي انا هعملها دلوقتي دي، اللي هو الخط ده انا هوصله هنا اهو بده. طيب لحد دلوقتي الموضوع بسيط، مفيش فيه اي حاجة. تمام. من الدوران اللي هنا، فدلوقتي انا بعمل خط مستقيم الاول، وبعدين بجيب الكيرف وبلف الدوران بتاعي كده بالشكل ده. طبعا حضرتك يا ماما انت قصيتي البنطلون على كده وخيطتيه، فعشان كده عمل العبعبة اللي احنا شايفينها دي، عمل العبعبة اللي هنا دي. طيب الحل بقى بتاع العبعبة ديت ايه؟ الحل بتاع العبعبة ديت ان انا دلوقتي هشف البنطلون بتاعي كده. لازم يبقى فيه عندي ظهر وصدر. فظهر وصدر ازاي يا ست الكل؟ انا هوري حضرتك دلوقتي، يا ريت ما تزهقيش مني وتكملي معايا للاخر. تمام. انا دلوقتي طلعت ادي جزء وهسميه ظهر وصدر، ده انت قصيتيه على الاربعة، وادي الجزء التاني. تمام. خلينا بقى نمسح الكبير الوحش ده وخلي ده نعمل له نسخة تانية. طيب النسخة التانية خلينا بس الأول كده بالراحة نمسح الخطوط الداخلية دي كلها كده، معادش ليها لازمة. طيب أنا لو اعتمدت الموضوع ده هيعمل معايا مشكلة. يعني خلينا دلوقتي نسمي دي الظهر ودي الصدر. بيبقى في شوية تعديلات في الصدر. خلاص التعديل الوحيد اللي هنعمله ان انا هاجي هنا كده وهنزل النقطة ديت كده، هخليها تنزل تحت. يعني ثواني كمان همسح النقطة دي عشان هتضايقني انا. وهنعمل خط كده بميلان 2 سنتي، يعني النقطة ديت هتنزل تحت 2 سنتي. خلينا ارسمها لحضرتك بالقلم عشان يبقى واضح التعديل اللي احنا هنعمله. اهو كده ميلنا الصدر 2 سنتي. ال2 سنتي دول هيرفعوا معايا البنطلون، هيرفعوا معايا الحتة دي ومش هيعملوا العبعبة دي. كمان لو المسافة ديت حضرتك كنت مطولاها شوية عشان خاطر الظهر هتعمل معانا عبعبة، لكن كده الصدر ده تمام ان شاء الله مفيش فيه اي مشكلة. هنحذف الجزء اللي فوق ده اللي هو اهو، هحذف الجزء ده كده. ده شكل الصدر
دلوقتي. تمام. طيب هنيجي للظهر. الظهر المفروض ان انا هاخد الخطوط دي كده كلها اهو، الثلاث نقط دول كده، وهخرج بيهم لبره حوالي 5 سنتي، هطلع فيهم خياطات البنطلون كلها بره. تمام. خلينا بس ايه نخلي المسافة واقعية شوية، وطبعا مش هيبقى شكله بالمسافة الكبيرة دي. اهو هيبقى شكل الظهر اكبر من الصدر حوالي 5 سنتي، 2.5 من كل جنب، او 2 سنتي، 2 سنتي للخياطة من كل جنب. تمام. دي حاجة. الحاجة التانية، النقطة دي كمان، النقطة ديت هتطلع لفوق 2 سنتي كمان. هكبر النقطة ديت كده، اتنين سنتي. يبقى ده شكل الظهر وده شكل الصدر. بل لو انا شغال كمان في بنطلون القماشة بتاعته مفيش فيها ستريتش، فالمفروض ان الجزء ده كده على بعضه كمان بنسحبه لورا كده حوالي 2 سنتي، بيبقى شكله مايل بالطريقة دي. تمام. لكن لو القماشة فيها ستريتش عادي، اوكي، مفيش مشكلة. دلوقتي بقى لو جينا نشيل الحاجات القطعة دي ونركبها على القطعة دي كده، هنلاقي الفرق بين الاتنين اهو. ده الفرق بين الاتنين. يبقى انا كبرت الظهر من هنا 4 سنتي على بعض اهم، بس ده في بنطلون الدفاية. القانون ده مش هينفع في البنطلونات التانية اوي، يعني هيمشي معاك بس مش اوي. اهو كبرناه من هنا 4 سنتي، ونزلنا في الصدر 2 سنتي، وطلعنا تقريبا حوالي 3 سنتي في الظهر، وميلنا الظهر، يعني قسنا المسافة دي كلها كده وميلناها لبره حوالي 2 سنتي تانيين. طيب عشان انا نسيت حتة في الجزئية اللي فوق دي، عشان ده بنطلون دفاية. طبعا الخياطات مفيش خياطات، لان احنا زودنا الخياطات في الظهر بالطريقة اللي شفناها مع بعض دي. بس الخياطات بتاعت الس- ال ال الاستك هي اللي هنزودها فوق هنا. هنطلع من الصدر وهنطلع من الظهر مسافة كافية تاخد الاستك بتاعنا، وطبعا بنبقى عاملين حسابنا في الطول اللي هنا. دي كان حتة نسيتها وانا شغال، فحبيت اضيفها وانا بعمل المونتاج. لو في حاجة مش واضحة في الشرح، حضرتك سيبيلي السؤال في التعليقات تحت، وخلينا نخش على اللي بعده، وهو باترون الاساس بتاع التيشيرت اللي فوق. طيب انا باخد كده على قد الربع، برضو هنشتغله ربع. بطبق القماش على 4 واشتغل التيشيرت بتاعي. خلينا نلفه كده برضو بالعرض. طبعا حضرتك بتاخدي نقطة كده عند دوران الرقبة زي ما حضرتك بتحدديه. هو القانون بيقول دوران الرقبة على 5 أو على 6. تمام. وبناخد الخط الجميل بتاعنا اهوت، ونعمل الكيرف بتاع الرقبة. ده أول حاجة أنا بعملها في الباترون عامة. تمام. وادي شكل الرقبة. طيب هنبدأ بقى في أول علاج للمشكلة عند حضرتك، وهو الكتف. يعني هناخد العبعبة اللي في الحتة من الكتف من فوق. الكتف لازم يكون فيه ميلان. في الأطفال الصغيرة مثلا ممكن نبدأ بميلان 3 سنتي، والكبار بنوصل لحد 7 سنتي في البدل ساعات. تمام. أول حاجة باخد مقاس نص الكتف. نص الكتف بحط المزورة من هنا وبسحبها كده لحد نص الكتف زائد الخياطة، وابقى نازل المسافة اللي هنزلها من فوق دي من هنا لهنا في الأطفال فيما لا يقل عن كام سنتي؟ فيما لا يقل عن 3 سنتي. تمام.
فيما لا يقل عن 3 سنتي. يعني انا اهو هاخد، خلاص بقى احنا قلنا ان احنا هنقيس الكتف، هنقيس المسافة من هنا لحد الدوران. حضرتك طبعا بتثبتي المزورة هنا وبتلف بيها عشان ما يصحش الف بيها من نص الرقبة كده، فانا عشان ما ينفعش الف بيها من نص الرقبة فهرسم من بعد الرقبة اهو. ادي وليكن كتف البيبي اللي احنا عملنا له الدفاية او الشخص الكبير اللي عملت له الدفاية. تمام. طيب عشان اعمل دوران الجيرو، بنزل من هنا من عند النقطة بتاعت اللي وقفنا عندها بتاعت الكتف ده نص مقاس الكتف. يعني لو كتف الشخص عندي 40 سنتي بنزل 20 سنتي، لو كتف الطفل اللي كان عندي ده مثلا 28 سنتي فانا بنزل من 14 ل 16 سنتي عشان يبقى في عنده براح. طبعا بنزل كده اهو، عادي نزلت المسافة اللي انا قلت عليها اللي هي طلعت نص الكتف بالظبط اهي، وخدت نقطة وبقف خلاص مش بعمل حاجة تاني. طيب انا عندي ربع دوران الصدر زائد نسبة البراح. ربع دوران الصدر عشان خاطر القوانين دي تتحفظ، ربع دوران الصدر زائد نسبة البراح، وباخده من هنا كده. تمام. ادي نقطة وادي ربع دوران الصدر زائد نسبة البراح مثلا وليكن، وهقف هتديني لحد هنا. طبعا انا بحط سنتي ونص خياطة كمان، يبقى ربع دوران الصدر زائد نسبة البراح زائد ربع البراح زائد سنتي ونص خياطة. تمام. ووقفت. بنزل كمان لو انا في تجسيمة او حاجة عند البطن. الاطفال ما عندهمش تجسيمة على فكرة، هو مقاس الصدر هو مقاس الوسط هو مقاس اكبر حجم. وليكن احنا خلينا نشرح برضو كمان لو انت حابة تعمليها لحد كبير شوية فهيبقى في عندنا تجسيمة في الصدر لو حبيتي. تمام. فيبقى ادي خط الوسط اهو. تمام. وهنفترض ان ادي الوسط بتاعنا. في معظم الناس المقاسات الرجالي المقاس اكبر حجم هو مقاس الصدر. في الحريمي لا، في الحريمي بيبقى مقاس الصدر مقاس اكبر حجم اكبر شوية، فهنفرض ان هو هيديني مقاس لحد النقطة دي. دلوقتي بقى ببدأ اوصل الخطوط بتاعتي دي كده اهو واهو. تمام كده طلعنا التجسيمة بتاعت الوسط. ينفع نسيبها كده جايز، بس المحبب ان احنا بنعمل فيها كيرف صغنن كده هنا، ولو حريمي هنعمل كيرف صغير لبره كده حاجة بسيطة. ده الشكل بتاعنا. طيب المشكلة بقى اللي عند حضرتك العبعبة اللي عند الكتف والعبعبة اللي تحت الباط، حلهم ازاي؟ هقول لحضرتك بنعمل بقى عشان نعمل دوران الجيرو. ادي ده التلت اللي تحت بتاع الجيرو، يعني الخط اللي انا برسمه ده التلت اللي تحت بتاع الجيرو. حضرتك مش بنرسم الخط ده على الورق لان احنا عندنا المسطرة الكيرف هي خلاص بحطها وبتطلع الدوران ده. تمام. طيب دلوقتي عشان خاطر المشكلة بتاعت العبعبة اللي عند حضرتك اللي هنا دي واللي هنا، الصدر بيختلف عن الظهر في نقط هوريها لحضرتك دلوقتي. خليني دلوقتي اعمل الكيرف بتاع الجيرو ونرجع نقول الاختلاف بتاع الصدر عن الظهر في ايه. تمام. خلينا بقى دلوقتي كده اطلع اشف الربع بتاعي. الغلط عند حضرتك ان انت قصيتي ده زي ده وخيطتي، فبيعمل ايه؟ بيبقى الظهر مستريح والصدر فيه عبعبة زي ايه، زي ما حضرتك وريتيني كده. ده ربع اهو، ده ربع صدر. تمام. ربع صدر. في مشكلة اولا انا في الظهر لو هاجي هعمل نفس القصة ديت فعندي، خلينا بس نمسح ده ونمسح الخطوط الداخلية دي مش هنحتاجها خلاص. تمام. في الظهر
هناخد نسخة كمان. طيب الصدر كده لسه ما خلصش، في سنة شغل. في الظهر طبعا الرقبة احنا بننزل الحفرة ديت 2.5 سنتي، فانا هاخد الجزء ده كده وهطلع بيه كده. طيب كده الظهر خلص. تمام، الظهر بتاعي كده الربع بتاعه خلص. نشيله بقى ونحطه على جنب كده، وخلينا الفهولك كده كمان لو حابة حضرتك تشوفيه واقف بالطول. تمام. طيب الصدر خلينا برضو كمان نلفه كده. الشغل اللي لسه في الصدر يا عم حسن اللي عمل العبعبة. اولا العبعبة اللي فوق احنا عالجناها لما جبنا ميلان الكتف المظبوط. خلينا بس نعدل الشكل ديت كده يكون مريح للعين كده. ايوه. طيب العبعبة اللي احنا عالجناها، احنا عالجنا العبعبة بتاعت الكتف لما جبنا دوران الكتف مظبوط. طب العبعبة اللي تحت الباط، الظهر زي ما احنا شايفين نازل واقف كده ولافف. في الصدر لا، في الصدر من عند النقطة دي بقى هنسحبها لجوه كده. النقطة دي هناخدها لجوه كده حوالي 2 سنتي ونص. تمام. اهو بس شكلها كده مريح للعين سنة، بحيث ان انا لما اجي اسحب الظهر بتاعي ده كده واحطه هنا، شايفين الفرق يا جماعة؟ بيبقى الكتف بادئ مع بعضه، وفي الحتة اللي جوه ديت حضرتك بتاكليها بالمقص اهي. الحتة اللي جوه ديت هي اللي بتعمل عبعبة في الصدر. طيب خلينا دلوقتي نشوف شكل الحتة بتاعتنا دي بعد ما عملناها كده وهي مفتوحة. ادي القالب بتاع حضرتك الصدر، وادي قالب الظهر. واتمنى يا رب يكون الشرح كافي ووافي في البنطلون وفي البلوزة. وكمان طالما في عبعبة تحت الباط، في كمان تركاز صغننة بنعملها في الكم، خليني اوريها لحضرتك سريعا. تمام. احنا بنعمل بطرون الكم مطبقين على 2 كده. بنقيس المسافة ديت ونشوف احنا نزلنا قد ايه، اللي هو نص الكتف، فبتبقى مسافة سقوط الايه الكم، مسافة تانية الكم ديت من فوق من هنا. تمام. والمسافة اللي هخشها جوه دي بتكون قد ايه يا عم حسن؟ بتكون نص، يعني بتكون مسافة الوتر ده. بنقيس الوتر ده من النقطة دي للنقطة ديت، وبجيب المزورة بتاعتي وباخد نقطة من هنا كده، وبسحب المزورة واقف بيها، يعني بقف بيها على الخط ده بقى فين، لحد اما طول المزورة ده يديني المسافة بتاعت طول الوتر من هنا لهنا. تمام. يبقى انا كده عملت راس الكم اهو. وباخد نقطة هنا في النص طبعا زي ما كلنا اتعلمنا، وبجيب الكيرف وبسحب راس الكم ديت بره شوية، وبنعمل هنا كمان دوران صغير كده جوه سنة. وباجي باخد هنا نقطة في آخر الكم عشان بتاعة الأسورة، ويبقى عندنا شكل الكم اهو. ده شكل الكم بتاعنا. تمام. برضو عند حضرتك مشكلة هتعمل عبعبة لو احنا اعتمدنا الكم بالطريقة دي. تمام. لازم يبقى فيه ظهر وفيه صدر في الكم. طب عشان يبقى فيه ظهر وصدر في الكم، خلينا دلوقتي نفتح الكم. ادي الكم فتحناه كده. لو اشتغلنا كده الظهر زي الصدر هيبقى فيه مشكلة طالما بيجي يدي معانا عبعبة. طيب عشان ما يديش معانا عبعبة بنعمل ايه؟ الكم هنا طبعا ده شكل الكم دلوقتي. هو الشكل مش صحيح 100%، ولكن يعني خلينا اقرب لك المسافة شوية. انا باجي بقى في الصدر
وبروح واخد من النقطة ديت كده نقطة ولحد بداية الدوران ده هنا، باخد نقطة كمان كده، والخط بتاعنا ده بعمله دوران لجوه كده شوية، بحيث ان الصدر بشيل منه كمان شوية زي ما شلنا في الصدر بتاع البلوزة من هنا. اتمنى يكون الشرح وافي، ويكون اللي انا عايز اقوله لحضرتك وصل. وخليني اعيد لك كمان الحتة بتاعة الكم بعد ما بنقصه على 2 بنفرده، وبناخد حتة بالمقص كده بنقورها اللي هي في الصدر من اول النقطة دي لحد النقطة ديت، بنقور جوه كده ايه يعني من فوق من هنا على ما فيش، بناخد حوالي سنتي ونص كده بنشيله، وبنطلع من هنا على ما فيش. ده مش هيديلك عبعبة في الحتة، وهتطلع شكلها مرتاح، وان شاء الله هتدعيلي. وفي نهاية الدرس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.